لو شريكك بيتلاعب بيك فخلي بالك من الآتي. مهم ان انت تبقى عارف ايه هي انواع سلوكيات التلاعب. انواع سلوكيات التلاعب عشان اوفر عليك او عليكي هي الجازلايتنج، او لما شخص يكبر او يصغر من موضوع معين او يغير ويلعب فيه، يعني يشكل الواقع بتاع حاجة فعلا حصلت في حياتك. وتاني حاجة فكرة الكذب طبعا. تالت حاجة الإساءة النفسية والعاطفية من أي شكل من الأشكال. رابع حاجة اللوم المستمر. وخامس حاجة وهي الأخيرة إحساسك بالذنب، إن الشخص يحسسك بالذنب بشكل مستمر. مهم ان انت تبقى واضح في الحدود بتاعتك مع النوعية دي من الناس، وتكون صارم في الحدود بتاعتك. ما تحاولش تقول لا معلش اصله هيزعل، لا معلش كذا. ومهم برضو ان انت ما تعزلش نفسك وتسيب صحابك وشغلك وكل حاجة عليك وتركز فقط على العلاقة دي، لان الشخص اللي بيتلاعب يفضل ان يتلاعب بشخص تاني لما يفرضه او يخليه منفرد عن بقية الناس التانية.